دكتور ليه بياخدوا صعوبة خطوة إن أنا أتابع مع دكتور تغذية؟ عشان سببين. اول سبب ان هو بيبقى فاهم ان انا داخل مجاعه، انا داخل حرمان، داخل عند دكتور التغذيه، فانا هتحرم. بالعكس، احنا هنكتب لك احتياجاتك واللي انت بتحبه بس بطريقه مقننه على حسب حالتك الصحيه وعلى حسب اللايف ستايل بتاعك. تاني حاجه بتبقى انت خايف منها ان دايما فاهم ومتخيل ان الدايت غالي. بالعكس، احنا هنا بنشتغل على قدراتك انت محتاج ايه. انت هتخس معايا بورقه الورقه دي فيها احتياجك. اظن الورقه دي مش بفلوس. طب انا احتياجاتي وقدراتي عاليه، في جلسات بنبتدي نديك جلسات، هنبتدي نشتغل معاك على حسب حالتك الماديه، والكلام ده مش هتلاقيه هنا الا في مراكز دكتور جيسي، عشان احنا بنهتم هنا بحاجتين: حالتك الصحيه وحالتك البدنيه وحالتك النفسيه طبعا، وامكانياتك وقدراتك. دي اهم حاجه لازم ابقى احطها في عين الاعتبار، لانه الدكتور الواعي والفاهم لازم يسمع ويفهم ويبتدي يترجم، واحنا هنا بنعمل ده معاه. كل حاله غير الثانيه غير الثالثه، بنشتغل مع كل حاله حرفيا على حسب امكانياتها وعلى حسب هي قدراتها ايه. النهارده انت قدراتك معايا ايه، قدراتك تدي قد ايه، قدراتك تعمل معايا ايه. فاحنا هنا بنشتغل على الكلام دوت. وطبعا بيهمنا في الاول وفي الاخر تغيير العاده الغذائيه، تغيير النمط الغذائي، تغيير حياتك الصحيه، عشان تيجي تقول لي انا لقيت نفسي بعد توهه كبيره. واحنا من هنا بنساعدك عشان تلاقي نفسك، ودايما احنا هنساعدك وهنبقى معاك خطوه بخطوه، ومش هتلاقي الكلام ده غير مع ساحره الرياضه.